حروب الزيت والنار عنوان لعرض مسرحي احترافي على ركح قاعة دهسين بدار الثقافة تمن راست. مسرحية عُلج من خلالها موضوع مأساة ومعاناة الفنان الجزائري وما يقابله من تهميش. أخذت منا ما تريد ولم نجني من أفكارك إلا هراء تلقنا سموما بحجة أن مسرح الله محالة فيه. الزيت والنار تحكي مأساة الفنان بصفة عامة وخصوصا الفنان المسرحي. فزاعات، كلاب، ثم دمى، شخصيات تقمص الممثلون دورها لتبليغ رسالتهم وبطريقتهم الخاصة. بقدم الفزاعة، شخصية الكلب، الشخصية هي العرض اليوم اللي استمتعنا به مليح بكل معنى الكلمة. مسرحية حروب الزيت والنار كانت فرصة حقيقية لجمهور الفن الرابع بتمن راست للاستمتاع في سهرة رمضانية خالصة. حالة تأهب إبداعي سادت مسافة العرض. العرض محترف يعني بدرجة عالية. الحاجة اللي عجبتني بزاف قبل كل شيء هي الجمهور. عندنا جمهور مسرحي في تمن راست وعائلي. صحيح أنه لا يوجد مسرح جهوي بالولاية، إلا أن ما أنتجته دار الثقافة وجمعية صرخة الركح للفنون الدرامية عمل احترافي يتحدى كل الصعاب. كان مسرح جهوي النتيجة تكون أحسن.